الانسان كائن اجتماعي، والله ما خلقوش باش يعيش بوحده، لكن باش تكون عنده شركه معاه وتكون عنده الوناسه مع البشر بحاله. العقاب اللي كياخذ المجرم وهو الوحدانيه والعزله ملي كيسدوا عليه وسط اربعه الحيوط وكيتحرم من العشره مع عائلته وصحابه. الانسان محتاج للصداقه والحب والقبول، لهذا طرح الله عليه فكره الزواج. الزواج هو الحل اللي وفروا لنا الرب لمشكله الوحدانيه، لانه كيسدد احتياجاتنا الاجتماعيه والعاطفيه والجنسيه. في قصه الخلق انظر الرب لكل حاجه خلقها وقال عليها انها مزيانه، الا حاجه وحده شافها وما عجباتوش، وهي وضعيه ادم. ادم كان بوحده، فقال الله ما مزيانش يبقى ادم بوحده، على هذا الشيء غادي نخلق شي واحد بحاله باش يونسو ويعاونو. فنعس الرب ادم نعاس ثقيل وحيد ضلعه من ضلوعه وعمر بلاصتها باللحم، وصايب الرب الاله امراه من الضلعه اللي حيد من ادم وجابها ليه. وملي شافها ادم قال هادي دابا عظم من عظامي والحم من لحمي، هادي غتسمى امراه حيت من الراجل تخادت. ادم كان عنده كل حاجه كيشتهيها في جنه عدن، لكن كان ناقصو رفيق. الراجل ما كيكونش كامل بلا امراه، الراجل بوحدو غير نص وما يقدرش ينجب اولاد، وكيحتاج للمراه اللي هي النص الاخر اللي كيكملو. ملي ادم شاف حواء ضربو الضوء، لانه لاول مره كيشوف انسانه بحالو. وتخيل المنظر دابا، اول مره في تاريخ البشريه كيتلاقاو جوج الناس، اول راجل واول مراه واقفين وجها لوجه. تصور الدهشه ديالهم بجوج. تخيل الشوفه الاولى واللمسه الاولى والاثاره والحماس اللي حسوا به بجوج. اكيد ان هذيك اللحظه كانت هي المثيره الاكثر في الاختبار البشري كله. ملي ادم شاف حواء قال هذه اعظم من عظامي واللحم من لحمي. ملي شافها شاف راسو، لانه توقع انها مصوبه من لحمه ومن دمه وانها طرف منه. واش يقدر الانسان يقلع يده ولا يقلع رجله؟ واش يقدر يقلع شي ضلعه منه؟ ادم توقع ديك الساعه بان الرب جاب ليه هديه غاليه وعطاه كنز ثمين خاصو يحتفظ عليه. الكتاب المقدس كيقول ان ملي الراجل والمراه كيتزوجوا كيوليو ذات وحده، لهذا كيوصي الراجل يبغي مرتو كيف كيبغي الذات ديالو، وكيقول راه اللي كيبغي مرتو كيبغي راسو، حيت عمر شي واحد ما كره ذاتو لكن كيوكلها وكيتهلا فيها. والعجيب هو ان الرب صنع حواء من الضلعه ديال ادم. الرب خلق المراه من الراجل. ماتيو هنري اللي هو واحد من المفسرين الكبار قال الله صنع المراه من الضلعه ديال الراجل باش توقف حداه، ما صنعهاش من راسو باش تسيطر عليه ولا من رجليه باش يشتف عليها، لكن صنعها من تحت دراعه باش يحميها، وخادها من جنابه من حدا قلبه باش يبغيها. حواء كانت مساويه مع ادم في القيمه. الله ما خلقش المراه ناقصه عقل او من درجه ثانيه. الكتاب المقدس شرف المراه وعطاها مكانه عاليه. هناك مجتمعات اللي كتنتهك حقوق المراه وكتكتفها وكتحدد الحريه ديالها، وفي نفس الوقت كتدعي انها كتكرمها، لكن في الحقيقه كتكرمها. ومسموح الراجل يضربها او يتزوج عليها. واش هذا تكريم؟ انا شخصيا ما كنحترمش الراجل اللي كيضرب مرته كيف ما كان. طبعا المراه ما عندهاش غير حقوق، لكن عندها كذلك واجبات. وكيف ما الرب وصى الراجل يبغي مرته ويتهلا فيها ويخضع ليها، فانه كيوصي المراه حتى هي باش تخضع الراجل وتحترمه. الكتاب كيشبه الكنيسه بعروسه المسيح، وهي الجسد وهو الراس. وهكذا الراجل كذلك هو الراس في البيت، لانه عنده مسؤوليه روحيه داخل البيت. واخا تكون مرته عالمه اللاهوت، ما تقدرش تحط جوج كابيتان على شي باطو، سينو غادي غرق. وهذا الترتيب اللي حط الكتاب المقدس هو ترتيب الهي ماشي بشري. المراه مساويه مع الراجل في القيمه، لكن كل واحد فيهم عنده دور مختلف ومسؤوليه مختلفه. الراجل والمراه هما من اصل واحد، ورغم ذلك كيختلفوا اشد الاختلاف. كل واحد فيهم عنده دور مميز، وكل واحد فيهم عنده واجبات معينه في الحياه. الرب ورانا جوج حوايج خاصنا نديروها اذا بغينا الزواج ديالنا يكون ناجح. اولا الترك. الانسان خصو اولا يترك والديه، يخلي والديه. كتقول هذا الشيء علاش كيخلي الراجل با وامه كيتحد مع مرته وكيوليو ذات وحده. اذا خاص الراجل اولا يحط مرته
في درجة أهم من والديه. المرأة طبعا خصها حتى هي تعتبر راجلها أهم من والديها. هذا ما كيعنيش أنهم ينكروا والديهم أو يتخلوا عليهم، بالعكس، الكتاب كيوصينا بإكرام الأب والأم. هذا كيعني فقط أن الراجل كيحط مرته في الدرجة الأولى وهي كتعمل نفس الشيء معه. العلاقة الزوجية كتولي عندها الأسبقية على كل العلاقات الأخرى. الحاجة الثانية اللي كتجعل الزواج ناجح هي ذاك الاتحاد. كيتحد الراجل مع مرته كيوليو ذات وحدة. كلمة يتحد في اللغة الأصلية هي يلتصق، كتشير ذاك الاتحاد القوي وذاك الارتباط والتعلق الشديد اللي كيولي بين الزوج وزوجته. الراجل والمرأة كيوليو ملاصقين مع بعضياتهم لأنهم كيحتاجوا لبعضياتهم، وحتى واحد فيهم ما يقدر يعيش بلا الآخر. ولك التوحد كيكون نفسيا وروحيا وجسديا. الراجل كيلصق مع مرته بحال إذا لصقتي جوج حوايج بشي لصقة ولا شي سكوتش صحيحة وصعيب تفكهم مرة أخرى. إذا هاد اللصقة اللي غتلصق الراجل والمرأة خاصها تكون قوية وما تكونش فرية. لكن كيف دايرة هاد اللصقة القوية؟ هاد اللصقة القوية بكل بساطة هي المحبة. نقدروا نقولوا أن العامل اللي كيوحد المرأة والراجل روحيا هو الروح القدس، لكن اللصقة اللي كتلصقهم مع بعضهم نفسيا وجسديا هي المحبة. غادي إن شاء الرب ندير المرة الجاية شي فيديو ولا جوج كتعلق بمسألة الجنس والطلاق. نقطة مهمة كنلاحظوا في قصة الخلق هي أن الرب جاب حواء لآدم، ماشي آدم اللي جابها لراسو. الرب هو اللي مبلاني هذا الشيء كله. الرب هو اللي لقاهم وهو اللي انيسيا هذاك الكونتاكت. كاينين مع الأسف مؤمنين اللي تزوجوا مع غير مؤمنين لأنهم مثلا تسناو بزاف وطال عليهم الانتظار وما صبروش وناضوا تزوجوا مع شخص بغاوه وبغاهم رغم أن هذا الشخص ماشي مؤمن في المسيح. أنا كنعرف مؤمنات اللي كيعانيوا في حياتهم الزوجية من عدة أشياء لأن الزوج ديالهم ما كيعرفش الرب. الكتاب المقدس كيحذرنا من هذا الشيء، والآية كتقول حتى حاجة ما خاص تربطكم بالناس اللي ماشي مؤمنين، حيت آش من علاقة بين التقوى والإثم وآش من شركة بين النور والظلمة. الله كان وصى اليهود في العهد القديم باش ما يتزوجوش مع البراني، يعني مع الشعوب والأمم اللي دايرة بهم، باش ما يغروش بهم ويبداو يعبدوا حتى هما الآلهة ديالهم. نفس الشيء وصانا حتى حنا باش ما نتزوجوش من غير المؤمنين ونكونوا تحت نير واحد معهم. الرب عطى مثل النير لأن النير كان كيربط جوج ديال الحيوانات. موسى وصى بني إسرائيل باش ما يحرطوش على طور وحمار بجوج. علاش؟ لأن الطور والحمار ما فاهمينش، أولا واحد أقوى من الآخر، وهذاك اللي قوي غادي يهز تقول أكثر من الآخر، وثانيا الطور غادي يبغي يمشي أغوش والحمار غادي يبغي يمشي أدروات، وغادي يرون وهذاك الفلاح والخدمة ما غدارش وهذاك الحقل ما غاديش يتحرط. لهذا كان ضروري الفلاح يا إما يحرط بجوج حمير مع بعضهم بعض ولا جوج تيران وما يخلطش. ربما حتى انت خويا واختي صليتي وطلبتي الرب من أجل شريك الحياة أو شريكة الحياة، لكن الرب مازال ما استجابش الدعاء ديالك. في هذه الحالة نصيحتي ليك تاخذ وقت ديال صوم وصلاة باش تطلب وجه الرب في هذا الموضوع. كاينين بزاف الرجال والعيالات اللي الرب لقاهم بطرق غريبة وعجيبة، فما تقنطش وما تسرعش، لكن تيق فيه أنه غادي يجاوبك في الوقت المحدد وغادي يعطيك أخت مؤمنة أو أخ مؤمن كشريك الحياة حسب البلان ديالو، واللي هو يعني شريك الحياة اللي هو باغي ليك باش تعيشوا حياة زوجية كتمجد الرب، حياة كتغمرها السعادة والسلام.